بعدين حتى مرتبات بلا تقدير للناس، تقول لي مرتبات انا اعطيك السنه اللي فاتت 24 مليار، كويس، دينار ليبي 24 مليار دينار ليبي يعادلنا بالسعر اللي في ذاك الوقت العام الماضي ممكن 6 مليار او 5 مليار بس. لك تعدي في حساباتك تكتب لي تقول لي هنا 24 مليار يعادل 18 مليار. وين يا ابويا 18 مليار؟ 13 مليار ريحات هذينا كل سنه ريحات 13 14 مليار. ورينا فلوسها، اعطي لي بين الدولارات هذه 13 مليار الفرق، اعطي لهم نزلهم، خليهم ساعتين وساعه ياخذوا اللي بيهم، خليهم هم اللي يبيعوا، خلي يبيعها ب 6 جنيه 7 جنيه يستفيد هو. وقفتوا حتى على المنع على رقدي الرياح، موقف وعندك فلوس انت، عندك اسده 4 50 سد الفلوس، احكي قول بشفافيه ولا فلوس، مش فلوس تدسن عندك انت وتلعبوا به مش عارف تودروا فيه، تحطوا في مساهمات فاشله وتحققوا في خسائر كبيره. عندكم الحمد لله مشاكل قاعده في النيابه العامه، ضيعت فلوس حتى درتوا حاجه مسقمه كويس، وين هل عادت علينا بالنفع؟ هل عادت على ليبيا بالنفع؟ كيفك هذه فلوس تعبين عليه نحن، النفط تعبين عليه كله، تعب عليه كله، انا وجماعه معي 50,000 عامل في كل مكان، لكن يجي كما قلت لي واحد يهلف هناك في لحظه وتديروا في قطه سمانه في البلاد، وقد الرياح قاعدين متملحين الطوابير قدامنا. شنو علاقه السيوله تو مثلا ببيع النفط؟ شنو علاقتها؟ هذه سياسات نقديه فاشله. واحد متحكم في الدنيا كلها، من انت يا اخويا؟ في المفروض تتدخل اللي يسمعوا فيها توا يتدخلوا كلهم. في اداره، في مجلس اداره مثلا مركز يكون فاعل، مش واحد اللي يبيع يدير طول عصاتها قاعد متحكم في الليبيين كلهم يعذب فيهم، يوم يخطلها يبيع ب 4 جنيه دولار، يوم يخليه ب6، يوم يخليه ب2، يوم يخليه وين الدق هذا؟ ما عادش تمشي الفوضى هذه، ما عادش تمشي. الفلوس حتم احتفاظ بهم، اللي عندي يصلح وضع المصرف المركزي والمحافظ يتلحلها على روحها ودي حاجه مسقمه مزبوط، غير هيك الفلوس ما عادش حتشوفهم بك الفلوس. فلوس يقعد في ليبيا موجودات، يوم تسقم، يوم تقعد في شفاف توضح عليه الفلوس بيستفيدوا من الليبيين، بكره تفضل ياخذون كله، بكره تعطي منح نعطوا لك كله بكامل، تعطي الليبيين تاع الارباب الاسر يتفضل ياخذون كله، لكن تاخذ تعطيه لواحد صعلوك لص ياخذه ب 40 قرش ويعدي يبيعها بعدين ب 10 جنيه، لا، ولا يجيب يحاول تتراب، لا، ما عادش فيه. كان فيش حق قال لك لا، نحن نقول لك لا، نحن نقول لك لا، نحن تابعين على الفلوس، تعبين عليه النفط هذا، تعبين عليه مش تعب عليه انت. يوم السكر نحن اللي دوينا عليه النفط ونحن اللي صرعنا عليه، يوم اللي شتمونا وشتموا جدنا على سبه تسكيره النفط. لكن انت كنت قاعد حاط كراع لكراع، وريني بيان واحد قلتوه انتم على نفط السكر، بيان واحد انت قلت 5 كلمات، قلت اقفال النفط مثل اطلاق رصاصه في الراس، 5 كلمات قلتهم بالعدد.